أصدقائي الأعزاء، أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم طارق إبراهيم من العربية تاني. فيديو سريع كده النهاردة. هنتكلم على حاجة مهمة جدا جدا بتهم المهاجر الجديد أول ما يجي، وبتهم الناس اللي عايشة في مصر عادي كمعلومات عامة. بالذات النوعية دي من الفيديوهات بحب أطلع أرد عليها بسرعة. تمام. في فيديو انتشر مؤخرا، اتبعت لي يعني برضو على المسجز، بتاع واحد هنا في امريكا مصور عربيه. قال بصوا يا جماعه العربيه دي مش عارف 2020 او حاجه كده، هوندا اوديسي اللي هي الكبيره، عربيه فان كبيره، مش عارف جابها ب $1000 1500 حاجه كده. انا مش متاكد من الرقم ومش مركز فيه لانه تحت ال $2000 الكلام ده كده. تمام. فانا حابب اتكلم عن موضوع العربيات في امريكا واهميتها والكلام ده كله. رقم واحد، انا مش بكدبه على فكره، يعني ممكن هو يكون جاب العربيه. طبعا الاسعار بتختلف من ولايه لولايه، بس برضه مش للدرجه دي، لان انا واحد من الناس زي ما انتم عارفين من زمان اللي هي في العربيات، ولينا في الاوكشن اللي هو المزادات، وبنخش على المزادات، فانا عندي خلفيه بالاسعار. عندي قرايبي برضه في معرض العربيات المستعمله والعربيات الجديده، عندي خلفيه بالاسعار وعارف الاسعار، والاسعار عاليه جدا، اسعار العربيات عاليه جدا، اسعار البيوت عاليه جدا. تمام. فممكن هو يكون فعلا لها عربيه يعني على الفيسبوك ماركت مثلا، حد بيبيعها او حد عارضها فور سيل جنب البيت، ناس يعني ما عندهاش خلفيه عاوزين يخلصوا من العربيه ويبيعوها فيبيعها جنب البيت. رقم واحد، انا كنت قلت في فيديو قبل كده زمان ان العربيات المستعمله بتتباع حاجه اسمها از از يعني بحالتها انت بقى، وزي ما تيجي ان شاء الله تكون ما بتمشيش، بس انت واخدها از از، فانت ما تقدرش يعني تقاضيه في اي حاجه. انت واخد عربيه بحالتها، يعني ممكن تمشي بيك النهارده تاني يوم تبوظ بتاعتك يا باشا، انت لازم تروح تصلحها. تمام. ده رقم واحد. رقم اتنين، المشكله عند المشاهدين او الناس اللي بتتفرج على فيديوهات بياخدوا بقى الحاجه كهي. يعني انا مثلا ليتس سي انا ماشي في الشارع ولقيت تلفزيون، زي برضو فيديوهات تانية ناس مصوراها ان هم لقوا حاجات في الشارع في عفش مرمي، بالصدفه لقيت تلفزيون براند نو، حد ماشيين وبيهاجروا من البيت وخلاص قالوا نتبرع بالتلفزيون. في ناس كتير بتتبرع بحاجتها لاماكن التبرعات او بيحطوها جنب البيت ويسيبوها لحد ياخدها يستفاد بيها حد تاني. صورت انا كده، مش معنى كده ان البلد كلها مليانه حاجات ببلاش وانت تقول يا عم انا لا انا خلاص رايح امريكا ده انا هفرش البيت ببلاش من الشارع مثلا. ما انت ممكن ما تلاقيش، ممكن المنطقه اللي هتنزل فيها تكون منطقه مثلا مش كويسه، الحاجات المرميه تكون حاجات ناس رميها عشان فيها حشرات مثلا، فيها بق وحاجات من دي فرموها، تيجي انت تاخدها بقى تقوم تبوظ البيت اللي انت خدته عشان تطلع البق والحاجات دي من البيت، فشخه بقى كبيره، فاهم، وهتدفع فلوس كتير. فمش كل حاجه نشوفها يعني ينطبق عليها العالم كله. نفس الكلام مثلا واحد يصور حاله تحرش مثلا، بصوا حاله التحرش، فيجي بقى كل الرجاله اللي قاعده على القهوه بالليل شافوا الفيديو، يا جدعان ده امريكا كلها، ده امريكا فيها تحرش ليه؟ ده انا شفت فيديو كذا كذا. دي حاله فرديه، فمش الحاله الفرديه مش هينطبق عليها كل حاجه. تمام. فانتوا ما تاخدوش ان حاجه بتحصل مثلا دي تعمموها. ده رقم واحد. واحد اشترى عربيه رخيصه تعمموا، يا جدعان يا نهار اسود، ده العربيات في امريكا ب $1000. ده واحد والله مصور فيديو شارع عربيه ب $1000 موديل 2020، وتقعد بقى ايه تتحسر على حالك في مصر بقى وهنا في البلاد العربيه. ده انا اروح اجيب عربيه في شهر شغل. يعني في واحد تاني برضو بيقعد يصور فيديوهات يقول لكم بصوا ده انا جايب مش عارف ايه، ميسو ميدو ممكن حاجه كده، بتقعد تبعت لي فيديوهاته برضه. تمام. في حاجات بتتجاب، في حاجات بتتباع، وفي جزء من كلامه حقيقي بس الجزء الثاني مش حقيقي. فاهمين قصدي؟ فلازم تركزوا في الموضوع ده. نرجع بقى لنقطتنا الا وهي العربيات مهمه في امريكا. طبعا مهمه في امريكا، لازم يكون عندك عربيه اول ما تيجي. اغلب الشغل بيبقى بعيد، دي اسهل ليك ان انت يبقى فرص عمل، لان انت عشان تدور لوكال حواليك تشتغل حاجه جنب البيت ممكن ما تلاقيش. انا واحد من الناس شغلي بسوق ساعه ونص رايح وساعه ونص جاي، فلو ما عنديش عربيه تخيل مثلا اروح بقى بباص ولا بترين ولا بتاع، هياخدني ساعتين ثلاثه، فهضطر بقى انا مثلا بشتغل من 8 مثلا، همشي قبلها، همشي الساعه 5. فاهمين حاجه؟ فالعربيه مهمه جدا جدا في امريكا. اسعار العربيات غاليه اليومين دول.
تعمل حسابك في كام في المستعمل؟ اقل حاجه تعمل حسابك في $5000 عشان تجيب حاجه اوكي انها تمشي معاك، ما تحتاجش تصليح كتير. وهتبقى اوكي يعني ايه يا طارق؟ يعني اوكي يعني ممكن هتحتاج تغير لها 4 فرد كاوتش مثلا، تغير لها فرامل، الحاجات اللي هي المينتنس العاديه يعني، اللي هي الصيانه الدوريه اللي بتحصل للعربيات، تغير لها زيت، الكلام ده كله. انما بقى عاوز تجيب بقى $1000 و1500 والكلام اللي الناس بتبقى حطاه على الفيسبوك او الناس بتتكلم انها جابتها، والله العظيم هتصرف عليها 2000 3 قد سعرها مرتين. تحتاج تصليح في موتور، في الحاجات دي كلها، المايلات عليها كام مايل، كل الحاجات دي بتتحسب هنا. تمام. فاخيرا مش كل اللي نشوفه نصدقه، مش كل اللي نسمعه نطبق عليه كل حاجه، ان ينطبق عليه كل حاجه. فاهمين قصدي؟ ده اللي حبيت اتكلم فيه. ان شاء الله الاسبوع الجاي نتكلم اكتر على الهجره والتقديم على الهجره. ما تنسوش التقديم، الهجره هتبدا الشهر الجاي بكره يعني بقى، في شهر 10، في شهر اكتوبر. هنتكلم بتفاصيل اكتر عن التقديمات. لو حد عنده اي اسئله او اي اقتراحات للفيديو الجاي اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله نحاول نطلع تاني. مع السلامه.